السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ أم ياسين مع فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. في الوصفة ديال اليوم جبت لكم فكرة مملحات اللي كتجي بريستيج، كتجي رائعة سواء من حيث الشكل ولا المذاق ديالها. كتقدروا تعتمدوها في شهر رمضان. في شهر رمضان كنحضروا أنواع كثيرة من المملحات، تقدروا يعني تدمجوها بين هاد المملحات. وشهر رمضان على الأبواب، ربي يدخلوا عليكم وعلينا إن شاء الله بالصحة والهنا وباش ما تمنيتو بواحد الطريقه اللي هي سهله. خصوصا غادي نوريكم الطريقه باش كنشكلوا العجينه. طبعا هاد المملحات كنحضرهم بعجينه الطاكوس. كتبقى واحد العمليه اللي هي صعبه بعض الشيء. غادي نوريكم الطريقه باش كتشكلوا العجينه وكتجيكم سهله جدا، لا من ناحيه الحشو ديالها ولا التستاف ديالها في البلاطو. اول حاجه كنبداو بها كناخذوا العجينه ديال الطاكوس وكنتقبوها بواحد الكيردون بهذا الشكل. علاش كنقوم بهذه العمليه؟ باش ملي كنجي كنحط العجينه ديالي كتشمع في الفران ما كتنتفخش لينا وكتشكل لينا دوك البواقات، يعني كديفورما ما كتبقاش شاده الشكل ديالها. كنثقبها بالكامل كيف ما كتشاهدوا. وهنا كنجي نحطها مباشره على سطح العمل، طبعا اللي كيكون نقي. كنحط 3 حتى 4 ديال الاوراق ديال عجينه الطاكوس باش كنسربي العمليه دغيا يعني بسرعه. وكنجيب واحد القطاعه بهذا الشكل هذا اللي كتكون دائريه وتكون كبيره شويه في الحجم، ما تكونش صغيره بزاف. وكنبقى كنقطع العجينه ديالي على شكل دوائر. كنحطوا داك السيركل ولا ديك الدائره على العجينه ديال الطاكوس وكنبقاو كنضغطوا بالاكفوف ديالنا ولا باليدين ديالنا حتى كنتحسوا يعني كنوصلوا للسطح ديال العمل. وكنتمكنوا من تقطيع هذوك 4 ولا دوك 3 ديال الاوراق، وكيتقطعوا لينا بهذه الطريقه كيف ما كتشاهدوا. يعني واحد الطريقه اللي هي عمليه جدا. كنستمر بنفس الطريقه، كنحطهم في واحد الطبسيل وكنستمر كيف ما قلت بنفس الطريقه حتى كنقطع ولا كنشكل العجينه ديالي بالكامل على شكل دوائر. وكيكون هذا هو الشكل ديالهم بعد ما كنقطعوهم. كيجي الشكل ديالهم متساوي وكيجيو رائعين، يعني هذا هو الحجم المناسب. ما كيجيوش صغار بزاف وما كيجيوش كذلك كبار بزاف. كنجيب واحد الطاوه اللي كتدخل الفران اللي كتكون يعني عاليه واحد شويه على الجوانب، وكنحط عليها هاد لاغري ديال الفران ولا هذيك الشبكه ديال الفران. كنقلبها بالجهه المعاكسه، كنحطها بهذه الطريقه وكنجيب العجينه ديالي كنستفها من الفوق. هذه هي الطريقه اللي قلت لكم غادي نوري لكم كيفاش كتجهزوا العجينه ديالكم باش منين كتجيو كتعمروها ما كتعذبكمش نهائيا، كتبقى شاده راسها. خلاف فاش كنستعملوا العجينه كنقطعوها وكنستعملوها مباشره راه كتعذبنا. انا كنجيو كنبقاو كنحطوا العجينه على 2 ديال السلوكه كيف ما كتشاهدوا باش كيبقى لينا هذاك الفراغ ولا ديك المساحه في الوسط اللي غادي نعمروا فيها الحشوه ديالنا. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنستف العجينه ديالي بالكامل وكيكون هذا هو الشكل ديالها. طبعا الفران ديالي راه كنت سخنته مسبقا على درجه حراره 200. كنخليه كيسخن مزيان وكنشعلو على المروحه. بالنسبه اللي ما عندهاش المروحه ضروري ما كتسخن الفران من الفوق ومن التحت باش كتشمع لينا العجينه ديالنا بشكل متساوي. كندخل العجينه ديالي للفران بعد ما كيسخن وكنخليها لمده 5 ديال الدقائق لا اكثر. هنا كنجيب واحد المقلاة كنشعل عليها العافيه ولا النار على نار متوسطه، وكنجي كندير شويه ديال زيت المائده. يعني انا كندير خليط بين زيت المائده وزيت الزيتون. بالنسبه لكم نتوما الا كنتوا يعني كتبغيو النكهه ولا البنه ديال زيت الزيتون راه كتكتفيو غير بزيت الزيتون. انا ولادي ما كيبغيوليش ريحه زيت الزيتون، لهذا كندير مزيج بين زيت المائده وزيت الزيتون. هنا عندي واحد الكميه ديال صدر الدجاج اللي كنقطعو على شكل مربعات صغيره. ضروري ما كنصغروهم، هنا راه غير كيبان لكم كبير، يعني كنديروهم صغارين بزاف باش منين كنجيو كنعمروا في ديك الورقه ديال ولا العجينه ديال الطاكوس ما كيبقاوش كيخرجوا لينا على برا. كنخليو الزيت ديالنا حتى كتسخن واحد شي شويه، كنحطوا داك صدر الدجاج وكنخليوه كيتقلى واحد شي شويه. هنا كنجي كنزيد واحد البصله متوسطه اللي كنت قطعتها على شكل كذلك مربعات صغار، وكنزيد كذلك فلفله حلوه يعني حمراء بهذا الشكل. كتقدروا تزيدوا الفلفل الالوان ولا الشامبينيون ولا اي حاجه كتبغيوها. كنخلط مزيان باش كتندمج لينا دوك المكونات. وكنجي مباشره كندير واحد شويه ديال الملح، ملعقه صغيره ديال الملح باش كتنزل لينا ديك ولا كتتبان لينا ديك الفلفله وديك البصله بسرعه. كنحرك وكنغطي عليها. بمجرد ما كتبان لينا شويه ديك الفلفله وديك البصله كنجي هنايا كنزيد التوابل.
كنزيد نصف ملعقه صغيره ديال الابزار، ونفس المقدار يعني نصف ملعقه صغيره ديال البابريكا ولا الفلفل الاحمر الحلو. كنزيد القليل من الثوم بودره، الا ما كانش عندكم كتقدروا تعوضوها بالثوم يعني الطريه. وهنا كنزيد واحد شي شويه ديال القزبر اليابس اللي كيبقى كذلك اختياري، الا ما كانش متواجد عندكم يعني راه ما كتزيدوش. وكنزيد هنايا هذيك الفلفله المطحونه الحاره، كنزيد واحد الكميه قليله بالنسبه لعشاق الحر. انا عندي في الدار كيبغيو لي كاملين الحار، كنخلي هذيك الحشوه حتى كتشرب لينا داك السائل بالكامل كيف ما كتلاحظوا. كنرفعوها من على النار، كنطفيو عليها وكنحطوها في واحد الاناء وكنخليوها كتبرد تماما. انا بعد ما بردت ليا ديك الحشوه كنجي كنزيد واحد الكميه ديال هذا الخيار الصغير اللي كنقطعوه على شكل مربعات. كنزيد الخيار، ما كنزيدوش نهائيا السلطه اوراق، حيت الا زدنا السلطه اوراق بعد ما كندخلوها الفران راه كتدبل لينا وما كتبقاش يعني الحشوه ديالنا مزيانه. كنزيد كذلك واحد الكميه من الذره المعلبه او المايس، وكنزيد واحد الكميه ديال المربعات هنايا ديال الجبن الموتزاريلا. يعني هنايا الجبن الموتزاريلا كنزيدو غير واحد الكميه قليله، الهدف منه باش كيشد لينا ولا كيقبط لينا دوك الحشوه باش كنجيو كنعمروها في العجينه ديالنا. وكتزيدو الصلصه اللي بغيتو سواء كيتشوب ولا المايونيز. انا كنزيد صلصه الساموغاي حيت ولادي كيبغيو هاد الصلصه. كنمزج مزيان هاد المكونات وكتصبح الحشوه ديالي واجده. هنايا راني كنت خرجت من قبل، يعني خليت العجينه ديالي غير واحد المده ديال 5 ديال الدقائق، كنخرجها مباشره بعد 5 ديال الدقائق. يعني فاش كتحاديوها في الملمس ديالها راه كتبان لكم رطبه عاد، ولكن ما تخليوهاش حتى كتقصح لكم، والا العجينه ديالكم راه غادي تضيع لكم. بعد 5 ديال الدقائق كنخرجها وكنخليوها على هذيك لاكغي ولا على هذاك السلك حتى كتبرد تماما وكتشد راسها يعني. وكيف ما كتشاهدوا يعني واحد الطريقه اللي هي عمليه جدا، ما كتعذبناش، كنجيو كنعمروها ولا كنحشوها بكل سهوله. وحتى فاش كنستفوها في الطاوه اللي غادي تدخل الفران يعني ما كتبقاش كطيح لينا ديك العجينه وكتخرج لينا ديك الحشوه على برا. يعني واحد الطريقه اللي هي عمليه جدا. كنجي كنحيد العجينه ديالي بالكامل وكنبدا كنعمرها ولا كنحشيها بهذه الطريقه كيف ما كتشاهدوا. يعني كتبقى قابطه راسها، ما كتميل، ما كطيح ليناش ديك الحشوه. واحد الطريقه اللي هي جميله جدا ورائعه البنات. كنبقى كنعمر واحد الكميه ديال الحشوه في الوسط بهذه الطريقه. وكنجيب هنايا عندي خليط ديال 4 ديال الاجبان، كتقدروا تستعملوا نتوما الجبن اللي بغيتو، وكنحط واحد الكميه من الفوق بهذا الشكل هذا. كيف ما كتقدروا كذلك تستعملوا الثوم، غير هو الثوم يعني ما كطيبوش، كتخلطوا مع داك المايس وداك الخيار، ما كديروش الجبن وكتعمروه وكتقدموه يعني بدون ما ترجعوه للفران باش يعني كيزيد كيطيب، حيت الثوم فاش كيطيب راه ما كيبقاش لينا مزيان. كنستمر بهذه الطريقه وانا كنعمر في ديك الحشوه وكنحط داك الجبن من الفوق. كيف ما كتشاهدوا طريقه ولا يعني سهله جدا. وهنايا كيكون هذا هو الشكل ديالهم بعد ما كنعمرهم كاملين. والفران ديالي طبعا كنت خليته شاعل بعد ما شمعت ديك العجينه دائما على المروحه درجه حراره 200. كندخلهم الفران بمجرد ما كيذوب لينا داك الجبن من الفوق كنخرجوهم، يعني ما كنخليوهمش حتى كيتحمروا بزاف وكتقصح لينا ديك العجينه. اصلا العجينه كنا يعني شكلناها ولا شمعناها مسبقا، وكيكون هذا هو الشكل ديالهم بعد ما كندخلهم الفران وكيذوب لينا داك الجبن من الفوق. كيجيو صدقوني كيجيو رائعين، يعني كيحبوهم الدراري الصغار بزاف يعني كيبغيوهم، وحتى الكبار كذلك. شخصيا انا ولا الزوج ديالي يعني كيفاش كندير الحريره ولا شي حاجه هكذا كنرافقهم ولا كنرافقهم هكذا مع سلطه بارده والفريت، كيجيو من اروع ما يكون. جلسوا معايا باش غادي نقسم معكم كالعاده دائما واحد القطعه باش كتشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تبخلوش عليا حبيباتي باللايكات ديالكم وبالتعاليق ديالكم الجميله والاشتراك في القناه الا كنتم مازال ما اشتركتوا فضلا وليس امرا، ومشاركه الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش كتعم الفائده. كنقول لكم الى اللقاء والى فيديو مقبل ان شاء الله.